اليوم راح نعمل ملخص سريع لذكرى أيضا مهمة جدا وأثرت في تاريخنا كلنا وفي تاريخ الجزائر المعاصر، وهي ذكرى الانتخابات 26 ديسمبر، وهي الانتخابات التشريعية التي قامت في مثل هذا اليوم، واللي فازت يعني مثل غدا 27 ديسمبر سيعلن عن فوز الجبهة الإسلامية ب 188 مقعد حسمت في الدور الأول، وفازت جبهة القوى الاشتراكية ب 25 مقعد، وحزب جبهة التحرير ب 16 مقعد، وثلاث مقاعد مستقلين في منطقة غرداية. أي أن تقريبا 222 مقعد حسم في الدور الأول، وكان باقي أعتقد أقل من 200 مقعد ليحسم في الدور الثاني. كان الدور الثاني المفروض أن يكون يوم 16 جونفي 1992، لكن في الحقيقة يوم 16 جونفي كان الاتيان بمحمد بوضياف اللي ظل لاجئا وهاربا في المغرب ل 28 سنة، جابوه وعينوه رئيس المجلس الأعلى للدولة الأرسيو، ثم ليقتلوه بعد ذلك بأقل من 6 أشهر في 29 جوان 92. إذا قدمنا ملخص لهذا التاريخ ل 26 ديسمبر، الطريق إلى 26 ديسمبر بدأ بشكل أساسي أو بشكل حاسم، يعني كان نضالات كثيرة جدا للجزائريين باش يتخلصوا من الحزب الواحد ويتخلصوا من الطغيان ومن حكم العسكر بالواجهة المدنية. وهذا في الحقيقة بدأ من 62 كان ما حدث في صيف 62، والصراع اللي وقع أو الهجوم اللي وقع من جيش الحدود على بعض ولايات الداخل، والحرب اللي كانت بدأت آنذاك 62 63، ثم مقتل بعض كبار القادة، هروب بعض كبار القادة مثل بوضياف مثل أيت أحمد، إعدام شعباني، هروب محمد خيدر، هروب كريم بالقاسم. كل هؤلاء باش نذكر هؤلاء فقط، يعني هؤلاء الأربعة اللي ذكرتهم ما عدا محمد شعباني، هؤلاء كانوا من آباء الثورة التسعة، يعني من التسعة اللي هما قروا الثورة الجزائرية، 3 كانوا في الخارج و6 كانوا في الداخل. ثم كانت نضالات أخرى وصلت في السبعينات، أيضا كانت هناك احتجاجات، ثم كان الربيع الأمازيغي في أفريل 1980، ثم كانت أيضا احتجاجات ومظاهرات تمت في الأغواط، في بلعباس، في وهران، في قسنطينة، في سطيف، ومدن كثيرة في القصبة ديسمبر 86 على سبيل المثال، لازلت أتذكرها، كنت موجود هناك. إلى أن وصلنا إلى 5 أكتوبر، بالضبط الحقيقة 4 أكتوبر، يعني ليلة 5 أكتوبر الواقع يعني، لكن هي معروفة ب5 أكتوبر، لكن هي بدأت 4 أكتوبر مساء أحداث، واللي انتهت باستشهاد المئات من الشباب الجزائري، أقل شيء 500، أكثر الأرقام تقول في حدود 1000. رسميا أعلنوا آنذاك عن 169 قتيل كما سماهم، وجرح الآلاف وتعذيب الآلاف، وثم جاءت الانفتاح. شادلي بن جديد وبعض الذين كانوا معه خاصة حمروش اقتنعوا بضرورة انفتاح سياسي، وبدأ الانفتاح السياسي ليكون فيما بعد الإعلان عن حكومة لأول مرة. آنذاك كانت حكومة خارج الحسابات المعلنة، وكان تعين قاسدي مرباح خلفا لعبد الحميد إبراهيمي. قاسدي مرباح أصبح أول رئيس حكومة بعد 5 أكتوبر، كان ذلك أعتقد في بداية نوفمبر. في نفس الوقت مروا نزار وعينوه قائد أركان. في 22 ديسمبر 88 أصبح الشادلي بن جديد للمرة الثالثة رئيسا للبلاد، طبعا وحده يجري. في الأحزاب هذه تاع المسخرة اللي كانت آنذاك سائدة، هي ما زالت سائدة، لكن الآن وجدوا لها طرق مختلفة شوية، الآن ولاو يجيبوا الأرانب. لكن زمان كان يقول لك تجري الانتخابات وكذا بصح واحد اللي مترشح. لماذا الناس ينتخبوا؟ ما تفهمش علاش، يعني ما تفهمش لماذا تروح الناس تنتخب عندما يكون واحد مرشح وراح يفوز، يعني راح تبقى يخلوا البلاد بلا رئيس. هذه اللي كان يجري في الجزائر. الآن هو أيضا واحد اللي يكونوا اختاروه العسكر، اختاروه كبار الحنوشة، كبار الجنرالات،
لكن الآن بدلوا شوية الديكور، أصبحوا يديروا له معاه الأرانب. بوتفليقة مثلا كان يديروا معاه الأرانب، لكن لازم يدي هو أقل شيء 85%، أقل شيء. ما داش في أي انتخابات يعني، ما عدا الأولى اللي كان الشعب رافضوا فيها وهم ما كانوش عارفين كيفاش يزوروا مازال، وانسحبوا المرشحين الستة اللي كانوا صح مرشحين، ما كانوش أرانب، ولذلك لأنهم كانوا صح مرشحين انسحبوا، لأنهم عرفوا أن الجنرالات اختاروا بوتفليقة وجابوه على ظهر الدبابة برعاية أمريكية فرنسية إماراتية سعودية يومها. المهم في 22 ديسمبر يتجدد للشاذلي من جديد كعهدة ثالثة، وفي 23 فبراير 89 يصدر دستور 89، ويعتبر آنذاك من أفضل دساتير العالم الثالث. في الحقيقة حتى قبل إعلان الدستور اللي اعترف بالمجموعات أو الجماعات السياسية أو المجموعات السياسية أو كيفاش سماها آنذاك، أي الأحزاب، كانت بدأت جهات متعددة مختلفة الإيديولوجيات بتشكيل الأحزاب. هكذا تشكلت الRCD، تشكل الفيس، FFS أصلا كان موجود فتم إعادة تنشيطه، وظهرت أحزاب كثيرة، ظهرت حوالي 60 حزب آنذاك. وأصبحت الجزائر وعاش الجزائر وعشنا، وأنا شاهد على تلك المرحلة، وكنت في العاصمة كل تلك المرحلة، جزء منها كنت في الجيش، ثم كنت في وزارة الخارجية يعني في الخدمة العسكرية، ثم في وزارة الخارجية، وعشتها أيضا من القصبة حيث كنت أقيم في أغلب الوقت، أو فيما بعد من وسط العاصمة، حيث كان هناك أحد الأصدقاء كان قدم لي عبارة عن محل، كان محل وأنا حولته إلى شبه استديو يعني، سكنت فيه بجنب لافاك سنترال، بجنب الجامعة المركزية. ومن هناك شاهدنا وعشنا تلك المظاهرات وتلك الاحتجاجات، وكانوا الجزائريين يعيشون عالم آخر، في حين المنطقة كلها كانت تعيش تحت قبضة طاغية، إلى درجة أن الكهرباء كانت تقطع في المدن الحدودية التونسية والمدن الحدودية المغربية مع الجزائر، كانت أحيانا تقطع الكهرباء، وناس وجدة اللي يسمعوا فيها الآن يعرفون ذلك، وأيضا بعض إخواننا اللي في بعض المناطق أو المدن التونسية، لأن كانت في الجزائر تجري حوارات ونقاشات على القناة الوحيدة، كانت قناة تلفزيونية وحيدة، ولكن كانت جرائد وكانت أحزاب وكانت مظاهرات وكانت احتجاجات، وكانوا اليساري واليميني والإسلامي والبربريست والشيوعي والجميع مشارك. وبالفعل عشنا ما يسمى بالجولدن ايج أو الفترة الذهبية اللي ممكن نسموها تلك المرحلة، برغم أنه كان في من حين لآخر بعض، لكنها بقات دائما، لم يكن هناك عنف، لم يكن هناك قتل، لم يكن هناك أبدا، برغم كل ما كان يجري. أحيانا كانت بعض المظاهرات يكون فيها مئات الآلاف، بعض المظاهرات اللي سيرها الفيس أو حتى جبهة القوى الاشتراكية أو حتى الأفلان، ممكن الأفلان ما وصلوش، كانت تفوت مئات الآلاف. وجاءت انتخابات جوان 12 جوان 1990، وكانت هناك صدمة بالنسبة للجماعة الحاكمة، كانوش توقعينها، وهو فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأكثر من نصف البلديات، خاصة البلديات المدن الكبرى، وبثلثي بالضبط 32 مجلس ولائي من أصل 48 ثلثي. فيما بعد نعرف أن في هذه الفترة يكون نزار ومن معه يفكروا في انقلاب عسكري، يحدث غزو صدام للكويت، لا يكون هناك انقلاب عسكري، ثم تكون هناك مظاهرات واحتجاجات. الشعب الجزائري في البداية كان عموما منقسم، ولكن كان عموما ماهوش مع الغزو العراقي للكويت في 2 أوت 1990، لكن بعد وصول القوات الأمريكية وبعد استعانة ملوك السعودية بالأمريكيين وبالغربيين عموما، أصبح الشعب الجزائري كله مع صدام، وكأن المعركة هي معركة الشعوب مع هذه الدول الاستعمارية. هكذا كانت تبدو وتصور، هي لم تكن كذلك في الواقع الأمر، لأن صدام حسين أيضا فيه ما يقال فيه يعني. في فبراير مارس يهزم صدام حسين ويخرج من الكويت بخسارة فيها مئات الآلاف من الجنود العراقيين وتدمير للجيش العراقي. في الحقيقة هذا أيضا سيلعب أو سيساهم أو سيشجع بعض
الجنرالات عندنا على ممكن أنه يجي وقت أيضا يسحقوا فيه الشعب الجزائري. ولكن تبقى كذلك الأمور إلى أن يجي قانون الانتخابات. حكومة حمروش اللي كانت خلفت حكومة قاسم مرباح اللي طرد في سبتمبر 89 بطريقة فيها نوع من كانت أحدثت أزمة آنذاك، لأنه رفض قاسم مرباح من أن يترك المنصب، لكن في النهاية تركوا وخلفوا حمروش. حمروش كان لكي نكون أيضا عادلين كان ساهم في قضية الإصلاحات اللي كان الأب الحقيقي نتاعها هو الشاذلي بن جديد باش نكونوا دقيقين، لكن كان حمروش بكل تأكيد هو أقرب المقربين له في هذا الموضوع، وآخرين معه مش فقط حمروش، آخرين يعني مش مدلسي نتذكر اسمه اللي كان وزير الاقتصاد يومها وغيره، يعني كانوا بعض الناس اللي كانوا يسموا بالريفورميست. المهم حمروش في شهر ماي يختار قانون انتخابي يكون يفافوري كما يقول، يكون لصالح لافلا ضد الفيس أساسا، ولكن مش الفيس فقط اللي رفض قانون الانتخابات، هذا قانون التقسيم الانتخابي. كان أيضا أحزاب كثيرة وعرفت يومها 7+1 ومعهم الفيس أيضا، ولكن ويعلنوا عن إضراب، لكن الفيس يعلن عن إضراب. في البداية كان 3 أيام ثم يصبح إضراب مفتوح، وتشهد البلاد ابتداء من 24 ماي 25 ماي 91 إضرابات مفتوحة، وتدوم تلك الإضرابات وتعم في البلاد الإضرابات والاحتجاجات والمظاهرات اللي كان يقودوها أنصار الفيس على أساس أن القانون ظالم لهم، وهو كان ظالما في الحقيقة، ولذلك ألغي هذا القانون فيما بعد. لكنه قبل أن يلغى كان هناك الدبابات اللي سارت ليلة 3 جوان 4 جوان على الساحات العامة، واللي قتلت العشرات. أقل شيء اللي أنا نقدر نشهد به هو أكثر من 150 قتيل في العاصمة وحدها. هذه المعلومة كنا نعرفوها بتفاصيلها يومها، ولكن أيضا في مدن أخرى قتل وزحفت الدبابات على أنصار الفيس اللي كانوا يومها في مظاهرات واحتجاجات كانت مقبولة وكان باتفاق مع حكومة حمروش. لذلك استقال حمروش في 5 جوان. وهنا أنا أعتقد دائما أقول أنه هذا كان الشوط الأول إذا شئنا لانقلاب اللي كان سيأتي بعد أشهر من ذلك. يأتي بعد سيد أحمد غزالي ويتعين في مكان حمروش. سيد أحمد غزالي كان يومها وزير خارجية، ولكن كانت عنده خصومة كبيرة مع حمروش، كانوا ما يتكلموش مع بعضهم، وأصبح هو الخليفة نتاعه. بالتأكيد اللي نصح الشاذلي بن جديد هم أولئك الذين كانوا يفكرون في الانقلاب، ومن بين هؤلاء العربي بالخير اللي كان وزير الداخلية، و خالد نزار. عربي بالخير سيعين وزير داخلية في هذه الحكومة، وخالد نزار اللي كان وزير دفاع حتى قبل ذلك وظل وزير دفاع، تعين وزير دفاع في 90. تمضي الأيام، تحدث في 30 جوان يتم اعتقال علي بالحاج وعباسي مدني وآخرين من قيادة الفيس ويسجنون، بالرغم أنهم كان عندهم اتفاق مع سيد أحمد غزالي. ومع ذلك الفيس يستمر وتستمر أيضا، ويتم محاولة تقسيم الفيس آنذاك. بعض عناصر يروحوا التلفزيون ويجيبوهم، منهم مراني ومنهم شيخ سحنون، مش شيخ سحنون، سحنوني، وكان شخص ثالث في الفيس وشخص ثالث ذهبوا للتلفزيون. يعني قاع شقاق داخل الفيس ينظم سيد أحمد غزالي ما عرف آنذاك بمؤتمر للأحزاب، ويحضروه المنشقين تاع الفيس. الفيس في نفس الوقت يكون فيه على رأسه عبد القادر حشاني، شاب صغير كان عمره آنذاك 35 سنة، ويصبح يعيد تنظيم الفيس، يطرد بعض العناصر اللي كانوا متواجدين فيه اللي اختلف معهم بسبب أو لآخر. البعض يقولوا أنهم كانوا يدعون إلى عنف، البعض يقولوا لا، كانت هناك خلافات إلى آخره. المهم يتم ما عرف بمؤتمر الوفاء في باتنا، لكن بعد ذلك أيضا كانت حالة حظر وكانت حالة طوارئ، ويعتقل بعض قيادات الفيس آخرين، وتستمر هذه الأحداث إلى أن تحدث واقعة قمار في 30 نوفمبر. مجموعة قيل أنها مجموعة إسلامية
تقوم بهجوم على ثكنة قمار اللي هي قريبة من الواد، ولاية الواد سوف، ويموت عدد من الجنود وبعض الضباط وصف الضباط، وتتهم هذه المجموعة. فيما بعد لقيت واحد أنا هنا في لندن وذكر لي هذه القضية، وقال أنه بالفعل بعض العناصر اللي قامت كانوا إسلاميين، لكن فيما بعد عرفوا أنهم كانوا مجموعة مخترقة تماما، أي أن القيادة نتاع هذه المجموعة واللي كانوا يديروا فيها كانوا مجموعات مخابرات، وكانوا معهم بعض الإسلاميين اللي كانوا متحمسين جدا. يتخذها نزار آنذاك على أساس أن هذا دليل وأن لن تكون هناك انتخابات، لكن الشاذلي بن جديد يقول لا، يجب أن تكون هناك انتخابات ويتم التحقيق في موضوع قمار وتكون هناك اعتقالات إلى آخره. ويكون هذا اللقاء اللي كان يومها، كان هذا جزء من هذا اللقاء مع الشاذلي بن جديد، يقول فيه هذا الكلام، وهذا في الحقيقة يكسر النظرية كلها اللي تقول بأن الشاذلي بن جديد هو اللي استقال. خلينا نشوفوه هو قال يوم 23 أو 24 ديسمبر بالضبط، 3 أيام أو 4 أيام قبل الانتخابات. لكن أمالي كبير لأن كل الناس تساهم في هذا الجو وتحترم قواعد اللعبة وتساهم في خلق الجو المناسب حتى يعبر المواطن الجزائري بكل حرية ويختار ممثليه ويختار أصحاب البرنامج. ولكن بالنسبة لي أنا سوف أحترم قواعد اللعبة في إطار القانون، وسوف حتى مشيت أبعد من هذا، يعني فيه القيل والقال. قال بعد الانتخابات رئيس الجمهورية كيف يكون؟ أنا قلت في كل الحالات ماشي مستعد نغادر المنصب ما دام الجو غير مناسب. نهار نرى الجو مناسب ومؤسسات التي التزمت بها أمام الشعب صبحت سيرة المفعول، على كل حال أنا ذاك يفكر الإنسان. لكن في كل الحالات مهما كانت الغالبية لأي حزب كان ولأي تجمع كان سوف نمارس مهامي لخول هذه الدستور واللي أعطاها لي الشعب الجزائري بالنسبة لإتمام المسيرة إلى الحد المعين، وبعدين طبعا الشعب الجزائري يختار أمن من أبناء هذه الأمة لإتمام. في كل الحالات أنا مانيش مستعد أن نترك منصبي. يعني كيف ما كانت هذه الانتخابات أيا كان الفائز فيها، أنا مش مستعد أن نترك منصبي، لأني ما زال الوضع لا يسمح لي، أو كما قال حتى تستقر الأمور، تستقر المؤسسات. هذا اللي قالوا هذا الكلام في يوم 23 ديسمبر أو 24 يقولون بعد 15 يوم أنه استقال. يعني باش تشوفوا الأكاذيب الكبرى المؤسسة للأساطير اللي أسست للانقلاب. هنا يقولها بصريح العبارة يعني. المهم تجري الانتخابات في مثل هذا اليوم، وكان يوم خميس 26 ديسمبر 91، وتكون النتائج اللي ذكرتها لكم في بداية الحديث. في الأيام القادمة بما أننا في هذه، لأن ابتداء من اليوم إلى أقل شيء إلى 16 يناير جانفي ستكون أحداث أي حوالي 3 أسابيع بالضبط، ستكون هناك أحداث هائلة تحدث في البلاد. في اللايفات القادمة نحاول قدر الإمكان كل مرة نتحدث على قضية معينة اللي حدثت، مثلا لقاع النعجة اللي كان في 28-29 ديسمبر أو في 29-30، بعدين نتأكد من التاريخ. كاين أيضا